كواليس وحكايات فنية. ما زلنا نتابع معكم كواليس مسلسل الغريقة. من الشيق والممتع لمحبي الأعمال الدرامية وفنون المجال الفني والسينمائي أن يتعرفوا على مراحل إنتاج العمل الفني وتصويره، وكيف تم اختيار أماكن ومواقع التصوير وتجهيزات وتحضيرات العمل الفني، وماهية المهن المختلفة وراء الكاميرا. ففي سلسلة حلقاتنا هذه سنعطي نبذة عن بعض هذه المهن الفنية، وسنفرد لها حلقة خاصة من برنامجنا. من أجمل المعاينات هو اختيار موقع لتصوير إحدى الخدع في المسلسل، وهي سقوط الأمطار والرياح الشديدة. وكانت إحدى هذه المشاهد في مزرعة للأبقار، حيث تعرضت المزارع الحيوانية ورعاة الأبقار في عام الغريقة إلى خسائر فادحة ونفوق الكثير من الحيوانات. لذا كان علينا البحث عن مزرعة مطابقة لطبيعة أحداث ووقائع المسلسل، فكان اختيارنا لهذه المزرعة، والذي وجدنا فيها مبتغانا لخدمة العمل. وعند استعداد فريق العمل لوضع المعدات والتجهيزات للمشاهد الخاصة بالمزرعة، التقطنا العديد من اللقطات التي تعبر عن الروتين اليومي لمربي الأبقار من باب المعرفة. فالمزرعة بها عدة حظائر لمبيت الأبقار ليلا، وحظيرة للصغار الرضع، حيث يقوم عمال المزرعة بإخراج الأبقار في الفناء ثم إطلاق الصغار لإرضاعهم. فكل وليد من الأبقار يتجه مباشرة إلى أمه للحصول على غذائه. فحصلنا على هذه المشاهد قبل تصوير مشاهدنا الخاصة بالمسلسل. نستكمل حلقتنا حيث تم تحديد زوايا التصوير ووضع المعدات ومعدات المؤثرات الخاصة بالأمطار والرياح، وهي مثل ما ترونها في المشهد، حيث يتم التعامل معها من قبل خبراء في الخدع والمؤثرات حتى نأخذ اللقطات المطلوبة حسب ما ذكر في السيناريو وأعده المخرج حسب رؤيته. وبعد ذلك يتم إضافة المؤثرات البصرية والصوتية في مرحلة المونتاج. فتصوير مشاهد الأمطار يتطلب أولا رش المزرعة بالكامل حتى تصبح كل الأشياء مبللة، ولأننا كنا في أجواء حارة كانت تجف سريعا، ونعيد رشها مرة أخرى. فالعمل خلف الكاميرا وأمامها عمل ليس بالهين، ففيه مشقة وتعب وجهد وصعوبات لتنفيذه على الوجه الأكمل. ومشهدنا المصور يبين مدى قوة الأمطار والرياح وتضرع الراعي إلى الله سبحانه وتعالى، ويحاول بجهد أن يحمي الأبقار داخل الحظيرة والاحتماء من الأعاصير والأمطار.
تابعوا معنا سلسلة حلقات كواليس وحكايات.